مساء الخير على أحلى وأجمل متابعين في الدنيا، يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة كده جاية لكم بشقة جديدة في الإسكان الاجتماعي، في النموذج التاني اللي هو الريسبشن بيكون أكبر شوية من النموذج الأولاني. علشان المتابعين حبايبي قالوا لي كتر يعني من النماذج دي وكده، يعني عشان ناخد منها افكار. فانا بحاول كده على قد ما اقدر اديكوا كده افكار. الشقة دي يا جماعة تطلعوا منها بافكار برضو حلوة. هنا في دخلة باب الشقة كده صاحب الشقة حاطط كده الانتريه، وعامل كده مكتبة بالجبسن بورد وحاطط فيها الشاشة، فشكلها جميل وحلو. حاطط كده في وش باب الشقة الانتريه زي ما انتوا شايفين كده، فشكله جميل وحلو. هنا الريسبشن ده بيبقى مساحة الريسبشن قطعة واحدة. في الاتجاه التاني بقى اللي عند البلكونة حاطط كده سفرة، وعامل كده جبسن بورد في السقف، وحاطط انتريه كده شكله جميل زي ما انتوا شايفين. وكان عامل باب الشقة كده حديد زي ما شفتوا. فبجد الشقة ده تطلعوا منها بأفكار حلوة أوي يا جماعة. وحاطط كده في الاتجاه التاني عند البلكونة حاطط كده زي شازلونج وكده، ومعاه كرسي هزاز. هنشوف مع بعض دلوقتي، هو بيورينا الريسبشن من وجهة تانية. حاطط كده شازلونج وجنبيه كرسي هزاز. هو مش عامل بوفيه ولا حاجة، هو حاطط بس سفرة ولا نيش. فده كده الريسبشن زي ما احنا شايفين مع بعض، بسيط وجميل. وهتطلعوا من الشقة دي يا جماعة بأفكار حلوة. ما تنسوش بقى تدعموني باللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل زرار الجرس للكل، عشان كل ما انزل فيديو تتفرجوا عليه. وحاطط كده ستارة على الطرقة، بستارة تقيلة وستارة خفيفة زي ما انتوا شايفين. فشكلها برضو جميل ورقيقة. وعامل جبسن بورد في الريسبشن شكله جميل جدا زي ما انتوا شايفين كده، وحاطط فيه سبوتات وحاطط فيه ليدات، وعامل ديكورات جميلة بصراحة في الريسبشن زي ما انتوا شايفين كده، وعامل اضاءات حلوة. ومش زاحم برضو الدنيا في الريسبشن. حاطط حاجات كده بسيطة وحاجات مش كتيرة قوي يعني زي ما انتوا شايفين. هو في دخلة الباب كده ايه حط الانتريه مع الشاشة بالمكتبة اللي هو عاملها بالجبسن بورد. وفي الاتجاه التاني بقى حط السفرة، وعامل كده ديكورات برضو حلوة بالأرفف بالجبسن بورد. هو هناك حب يحط عند البلكونة السفرة، وجنبها كده شازلونج وكرسي هزاز، فشكلهم جميل. بعد كده هنخش على الطرقة. الطرقة دي يا جماعة بتبقى أصغر من النموذج الأولاني، وحاطط فيها كده نجف صغير شكله جميل كده وبسيط وحلو زي ما انتوا شايفين كده يا جماعة. بعد كده هندخل على المطبخ. عامل مطبخ على الجهتين. هو عامل حاطط في المطبخ بقى دي فريزر، وفوقيه كده الميكروويف في وحدة معلقة، وعامل كده وحدات حلوة في المطبخ زي ما انتوا شايفين. مستغل المطبخ استغلال حلو جدا، لان المطبخ ده بيبقى اصغر وجواه كده البلكونة، فمستغل المطبخ استغلال حلو يعني. وحاطط كده جنب وحدة المطبخ حاطط البوتيجاز. وفي الاتجاه بقى اللي هو بتاع التاني اللي هو البلكونة بقى مقفلها وحاطط فيها الحوض وحاطط فيها الغسالة، ومقفلها كده بشباك، ومقفلها برضو بالسيراميك وكده يعني زي ما انتوا شايفين. فمستغلها استغلال حلو بحيث توسع عليه عن المطبخ وكده يا جماعة زي ما انتوا شايفين، علشان يوسع على نفس المطبخ. لان بصراحة النموذج ده بيبقى المطبخ ضيق والتويلت بيبقى صغير مش كبير قوي يعني زي النموذج الاولاني اللي احنا فيه. فهو حب كده يستغل، فراح ايه موسع كده بالبلكونة، وشال باب المطبخ. هو ما كسرش ولا عمل يعني،
شال كده باب المطبخ، ودي كده الطرقة. بعد كده هنخش يا جماعة على، هو غير باب بقى باب الحمام، عمل اكورديون كده اللي هو جرار عشان ما ياخدش كده مساحة. دي فكرة برضو للأفكار للنموذج ده، بتبقى الشقق يعني ايه، بتبقى الأماكن صغيرة. فعامة ايه، عمل باب كده جرار للتويلت زي ما انتوا شايفين. هتطلعوا من الشقة دي يا جماعة بأفكار حلوة. دي غرفة أطفال فيها فكرة برضو عشان المساحات. عامل كده سرير بدورين ودولاب كده في الوش زي ما انتوا شايفين. عامل كده سرير بدورين، وفي كده زي وحدات بالأدراج وسلم. ف فالغرف دي يا جماعة بتبقى أصغر برضو من النموذج الأولاني. فهو حب ان هو عشان يستغل المساحة فعمل كده سرير بدورين. دي استغلال المساحات يا جماعة في النموذج ده من الشقق، ان انت تعملي الغرفة بسرير بدورين، وحاطط كده تسريحة صغيرة وعليها الشاشة بتاعة الكمبيوتر زي ما انتوا شايفين كده. بجد مشطب الشقة تشطيب حلو قوي وهتستفيدوا منها. بعد كده هنخش على غرفة النوم. هو عامل برضو غرفة كده بسيطة وفرشها بطريقة برضو حلوة زي ما انتوا شايفين كده. مستغل برضو الغرفة استغلال حلو. وعامل الشبابيك ألمونتان، هو غير شبابيك الإسكان يا جماعة. شال اللي هو الإزاز وعمل مكانه شبابيك ألمونتان عشان المساحة برضو، عشان يقدر يرص العفش براحته زي ما انتوا شايفين كده. فالأوضة واخدة معاه السرير والدولاب والكومود والتسريحة، فبرضو مساحتها كويسة جدا وجيدة زي ما انتوا شايفين. الشقق دي يا جماعة بتبقى الغرف أصغر شوية، التويلت المطبخ الريسبشن بس هو اللي بيبقى مساحته كبيرة، غير النموذج الأولاني بيبقى الحمام كبير والمطبخ كبير. لكن الريسبشن بتبقى القطعة اللي عند البلكونة أصغر من القطعة اللي عند باب الشقة، وحاطط كده شاشة فوق التسريحة. فشكلها جميل برضه. هو بيحاول ايه يورينا الغرفة من كل الزوايا زي ما انتوا شايفين كده. بيحاول يورينا، وده كده الشبابيك الألمونتال اللي هو عاملها. بيفرجنا يعني عليها وكده بحيث تاخدوا أفكار. الشقة دي يا جماعة تطلعوا منها بأفكار حلوة. للي بقى واخد في النموذج ده. النموذج ده يا جماعة بيبقى في منه ده حي المجد، في منه في بدر، في منه في 1185 وفي العبور وفي 266 عمارة. فالنموذج ده في ناس كتيرة بتستلم بيه وفي ناس هتستلم منه. فأنا بحاول على قد ما أقدر عشان المتابعين الحلوين قالوا لي كترنا من النموذج ده يعني عشان ياخدوا منه أفكار وكده. فأنا بحاول على قد ما أقدر، وبنزل برضو من النموذج التاني إن أنا أديكوا أفكار من النماذج دي يا جماعة هتستفيدوا منها. لأن في ناس كتيرة ما بتبقاش عارفة هتفرش العفش ازاي، هترصه ازاي، هتوضب ازاي، لان الشقق الصغيرة دي بتبقى محيرة شوية في رص العفش وفي التوضيب بتاعها والتشطيب والكلام ده كله. بعد كده دي غرفة أطفال تانية، هو حاطط فيها كده سرير وشاشة. تقريبا دي غرفة ولد يعني، غرفة شبابي كده. وعامل عليها كده ستارة شكلها برضو جميل بألوان كده متناسقة مع الغرفة. وده الشباك اللي هو عامله برضو بلون متناسق مع اللون بتاع الغرفة اللي هو عاملها زي ما انتوا شايفين كده. منسقة بطريقة حلوة وألوان كده ايه مش وحشة يعني، كل ألوانها جميلة. وحاطط التلاجة كده في الحتة اللي هي المفروض فيها اللي اتحط الدولاب. وبيقول مستقبليا يعني في الحتة الفاضية اللي جنب التلاجة يعمل دولاب كده صغير لابنه وكده يعني. فهو منسقها ومنظمها كويس جدا، لان المطبخ ما كانش هيشيل التلاجة والديب فريزر. فهو ايه حط التلاجة هنا، وفي الحتة الفاضية دي هيستغلها ان هو بعد كده يعني يعمل وحدة دولاب صغيرة كده لابنه زي ما انتوا شايفين. بيحاول يستغل كل
المساحات بتاعة الشقة. طبعا الغرفة دي عشان صغيرة فحاطط فيها سرير واحد زي ما شفتوا، والغرفة التانية سرير بدورين، فمستغل المساحة. طبعا ايه بنحاول على قد ما نقدر والله ان انا اقدم لكم افكار لفرش شقق الاسكان الاجتماعي، وبالذات في النموذج ده عشان بيبقى محير شوية، وعامل كده زي تابلو كده في الحيطة فشكله جميل. لان ناس كتيرة قوي بتحتار في النموذج ده يا جماعة. ما تنسوش بقى تعملوا لي اللايك والشير والاشتراك في القناة، بحبكم جدا.